وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وفضل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق أجمعين، فقد جاء في السير عند ابن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ولدتني أمي أضاء لها أو خرج منها نور أضاء قصور الشام، وبين أنا مسترضع في بادية ابن سعد بن بكر إذ أتاني رجلان، فقال أحدهما للآخر: زن محمدا ب10 من أمته، فوزنني فرجحت بهم. قال: زنه ب100، فوزنني فرجحت بهم. قال: زنه ب1000، فوزنني فرجحت بهم. قال: دعك عنه، فولو وزناه بأهل الأرض قاطبة لرجح بهم. صححه ابن كثير في البداية والألباني في السلسلة الصحيحة. لو وزناه بأهل الأرض قاطبة لرجح بهم محمد رسول الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزها عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه، واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلوات ربي وسلامه على سيدنا رسول الله. ونحن على يقين بالله تبارك وتعالى. قال الله: إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. وكفى بالله، وكفى بالله. أليس الله بكاف عبده؟ سؤال رباني. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ وفي العصر الحديث بين كل حين وآخر، فقبل فرنسا الدنمارك والنرويج، وقبلها سويسرا بذات التفاهة والوقاحة. وإذا كان الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم حثالة القوم في حثالة البشر من أصحاب الرسوم الكاريكاتيرية، انظر إلى الذين يؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام من أهل الغرب، من أوروبا أو أمريكا، العلماء أصحاب الاكتشافات والاختراعات، عندما يقفون عاجزين أمام قول الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. عندما يقفون عاجزين أمام قول الله: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ولكن واجب المسلم عباد الله تجديد عهد مع الله تعالى في تجديد إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن دينه ونصرة لسنته، وذبا عن هديه عليه الصلاة والسلام، واتباعا لنهجه صلوات ربي وتسليماته عليه. وحتى نعرف القوم على حقيقتهم، والناس يلهثون وراءهم ويجرون خلفهم ويبتغون عندهم العزة، ويظنون أن الأمر كله بأيدي أولئك. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.